هو حتى بعد ما بخلص بكالوريوس التربيه الرياضيه هو في حاجه هناك اسمها لازم ياخد رخصه ممارسه مهنه. يعني بعد ما بيخلص بتاع التربيه الرياضيه لازم ياخد امتحان ثاني ان هو يبقى مدرس. يعني حضرتك هو خلص بكالوريوس تربيه رياضيه يعني عشان يبقى مدرس لازم يؤهل لده. لازم ده لا ياخد امتحان ثاني اللي هو الرخصه اللي هو يمارس بيها مهنه. يعني انا لو طبيب انا خلصت بكالوريوس طب كويس، انا ما اقدرش اشتغل دكتور. انا لازم اخد امتحان ثاني بعد اخلص المنهج. ان انا اخد امتحان ثاني اللي هو ايه؟ مزاوله مهنه. مزاوله المهنه. فتلاقي حضرتك انا مثلا محامي برضه خلصت. يعني انا واحد صاحبي امريكا اهو خلص حقوق ما اشتغلش محامي، هو خلص حقوق لكن هو ما نجحش في الامتحان. حاول الامتحان ده 4 مرات ما نجحش فيه. ما اشتغلش محامي، يشتغل متهم بقى. طب دكتور انت في اجازه قد ايه في مصر هنا؟ انا اجازه هنا 4 اسابيع ان شاء الله. 4 اسابيع ان شاء الله. وتيجي مصر بانتظام؟ انا باجي مصر سنه او سنه لا. سنه او سنه. نعم. ايه اللي متغير؟ ايه اللي متغير؟ مصر بقت زحمه جدا جدا. الناس اتغيرت. الرياضه اتغيرت في مصر. الاول كانت فيه الشهامه والرجوله دلوقتي ما بقتش موجوده. يعني الثقه والامانه دلوقتي الدنيا بقت يعني ايه؟ يعني لو انت قلت لواحد السلام عليكم هو ممكن يقول لك انت بتقول السلام عليكم يبقى انت عايز حاجه. لقيت ان ما بقاش فيه وسط حضرتك. وسطيه هي كده يا كده. يعني لا فوق في السماء يا تحت في الارض. انا من الناس اللي هم تحت في الارض. مع ان انا يعني عايش في امريكا وبدرس في امريكا. انا رجعت هنا انا فوجئت يعني باللي هو العداله الاجتماعيه. وانت هناك في امريكا انت حاسس نفسك فين بوزيشن هناك؟ انا والله حضرتك هناك في امريكا ما فيش الحاجات دي. لا يعني انت هناك دخلك مش معيشك كويس معيشني كويس جدا. انت ايه المقارنه اللي خليك على الارض بس؟ يعني هقول لحضرتك يعني انا في امريكا قاعد في بيت قاعد في بيت وعندي بيت كويس وكل حاجه. البيت ثمنه كله على بعضه $250,000 بدفعه باقساط صغيره جدا يعني. فانا جيت انا مراتي اسلمت بقالها حوالي شهرين. مراتك امريكيه؟ نعم. وانا من حوالي 14 شهر جالي الفيروس. عملت اللي هو الكيمو. فجيت قلت لمراتي انا حلم حياتي ان انا اموت في مصر. يعني انا عايز اموت في مصر. فبتقول لي انا ممكن اعيش في مصر. ففكرت فعلا ان انا انزل اعيش في مصر. فنزلت انا في مصر فرحت اشوف. قالت لي انا ما بحبش الدوشه يعني احب اللي هي المناطق الجديده. فرحت حضرتك عشان اشوف المناطق الجديده لقيت انا عشان اشتري بيت اللي هو بنفس المواصفات في امريكا 5 مليون. ده اقل حاجه يعني. انا ما اقدرش اجيب كشك هناك. لكن في امريكا انت عايش في امريكا تقدر تجيب الحاجات دي. كويس. فانا في مصر فين يعني انت فكره النهارده انك عشان تسكن في مكان كويس والكلام ده كله صعب جدا مهما كان. انا ما افتكرش ان انا حضرتك انا بقول لحضرتك انا كنت بتكلم مع الاخ اللي وصلني للاستوديو يعني. كنا بنتكلم فبيقول لي على الاسعار. انا لقيت نفسي انا ما اقدرش يعني. وانا حلم حياتي ان انا يبقى عندي يعني انزل مصر وقعد في مصر. يعني انا حياتي في انا مصر يعني. ما اعتقدش ان باصرارك وما اعتقدش ان هيبقى صعب وان شاء الله مش هيبقى صعب ان شاء الله. انا واثق من ده ان شاء الله. ويعني الامور يعني كل حاجه تتحل يعني ان شاء الله. كل حاجه تتحل ان شاء الله. وطب ايه انطباعات مراتك عن القاهره خلاف الزحمه والزيطه والبتاع؟ اكيد في حاجات كويسه يعني. لا هي مراتي بتحب مصر والله. لان انا يعني لسه ليا اصحابي اللي هم القدام يعني. اصحابي كانوا بيلعبوا معانا في منتخب مصر واصحاب الطفوله وكده. فهي بتحب مصر يعني. بتحب اللي هو انا باخدها دايما المناطق الشعبيه يعني. كانت فول وطعميه بقى وبتاع. طبعا ده لازم. بحبها طبعا. على فكره انت لو سالت ولادي بيحبوا ياكلوا ايه كل يوم لازم فول يعني. تحب النوام؟ تحب الفول؟ تحب الفول. على فكره ما بيتكلموش عربي يعني كتير يعني. بس الفول عارفينها يعني. عارفين الفول ده كويس. طبعا ما نقدرش يعني.
انت ما حاولتش انك تقدم اي مقترحات للساده المسؤولين هنا عن الرياضه، ولا تقابل حد عشان حاجات كثيره اللي تقدر ده حتى فيما يخص كرياضه محققين كشباب، كان الحاجات الكثيره اللي ممكن نعملها دي؟ نعم. ما حاولتش، ولا انت بتستخسر، ولا مكبر دماغك، ولا ايه، ولا حاولت، ولا؟ والله حضرتك انت عايزني اقول لحضرتك بصراحه، يعني انا حاولت يعني. انت شايفني بتكلم غير الصراحه؟ نعم. انا جيت في سنه 2000 اعتقد 2003 او 2002 نزلت مصر. وكان ليا صديق يعني قال لي يعني نساعد مصر في النهوض بالرياضه. الجامعه حضرتك اللي انا فيها من احسن الجامعات في امريكا على مستوى الرياضه. الناس اللي هم عملوا ميداليات ذهب في العاب القوه، بس لو حضرتك بس حسبت دول يعني للدول، الجامعه بتاعتنا تساوي 25 دوله من الميداليات اللي الميداليات في العاب القوه بس. كويس. فحضرتك انا قلت انا استاذ دكتور هناك، والحمد لله يعني انا ممكن اساعد تقدر تساعد في ايه بقى يا دكتور؟ اساعد حضرتك يعني ممكن لو عايزين نساعد مثلا في مجال، لو جبنا فرقه مثلا زي كره السله عايزين يقضوا مثلا معسكر في تنس سيتي يونيفرسيتي، انا اساعدهم. ممكن اجيب خبرات مدربين من هناك يجوا هنا يروحوا هناك، يعني نعمل نتبادل يعني. كويس. العاب قوه، كره طايره، يعني في مجالات كتير جدا ممكن يعني تقدر في مجالات التدريب وتقدر خبرات نعم. طيب قلت لحد هنا ولا؟ انا حضرتك في 2003 انا قابلت اعتقد الدكتور علي الدين هلال. كان وزير ساعتها. كان ساعتها حضرتك وزير الشباب والرياضه يعني. واتكلمت معاه، واول لما قعدت معاه حضرتك قال لي انا ما اعرفش الفنيات يعني. فانا يعني انا حتى يعني انا بفكر يعني بقول ايه، لو انا وزير وما اعرفش الفنيات الرياضيه، انا ليه امسك وزير الشباب والرياضه؟ فانا شايف ان احنا لو حطينا الراجل المناسب في المكان المناسب، انا اعتقد ان كل حاجه يعني. هو لو كان الراجل المناسب في المكان المناسب ما كانش ده بحالنا. نعم. احنا هنا عندنا تسمع عن اهل الثقه. يعني انا النهارده انت صاحبي وبتاع اجيبك. نعم. انت لو احسن واحد في الدنيا وما اعرفكش تقول ابو دياز لا مؤاخذه يعني. نعم. كده نعم. يعني نعم. وهو ده السبب الكلام ده. نعم. فقال لك انا ما اعرفش يعني ما قدرتش اي حاجه، كنت عايز تعمل بروتوكول يعني. ما انا حضرتك انا لما تسمح لي انك انت لو ممكن انك انت تقدم لنا مقترح يعني تسمح لي، ومن خلال المودر سبورت ومن خلال عملي كصحفي يعني، ومن خلال نقدر ده انا هدافع عن ده، هدافع باستماتة عن ده. لان احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا نفسنا يعني. انا مثلا يا دكتور عايز اسالك على حاجه الشيء بالشيء يذكر بقى. احنا عندنا مشكله احنا ما عندناش الاخصاء النفسي. نعم. وده مساله مهمه جدا. نعم. عايز اهل الناس ازاي يبقى اخصائي نفسي. نعم. لان الاخصائي النفسي ده مش طبيب، ده اخصائي. نعم. هل في الجامعه تقدر تدينا منح في ده ولا لا؟ نعم. لو تقدر تعمل لي منحه او 2 أو 3 ونقدر نطلع من الانديه الكبيره من عندنا اخصائي نفسي في الكوره، نبتدي بالكوره. نعم. نعم. عايز ان احنا نعمل النظام اللي هو في الطب الرياضي. نعم. او فيما يخص الحاجات الجديده في الطب الرياضي. نعم. ولو قدر برضه يدي لنا منحه او 2 أو 3 للكلام ده كله. لو يعني مشكورا. نعم. وده يعني ازاي تعمل ده. بس يبقى في حاجه لو ده ويتعمل، واحنا هنقدر بصوره او باخرى نقدر نعمل ده. ولو واحد مسؤول وقال انا ما اعرفش، هنشوف مين اللي يعرف. انما اكيد اللي ما يعرفش ده في اكبر منه يعرف يعني. انما في الاخر عايزين نستفيد. بس اهم الحاجات اللي نفسي نعملها ان احنا لو من عندكم جامعه تنسي ان هم يدونا فرصه المنح هناك فيما يخص الاخصائي النفسي. ولو كان يقدروا برضه عندكم ناس نقدر نستضيفهم هنا يدوا محاضرات او في حاجات فيما يخص الحاجات التخصصيه فيما يخص رياضه البطوله، لان احنا عندنا مشكله كبيره. نعم. هل ممكن ده يا دكتور؟ ده ممكن حضرتك. طيب انا في كل الاحوال يعني هتبقى انا هبقى حريص ان انا يعني يا ريت تقبلني صديق ليك، لان انا فخور. لا انا فخور بيك جدا، وانت يعني بالعكس انت اديتني امل في كل حاجه. الله يخليك. يعني انا كل ما بحس ان انا صحيا مش عارف ايه حاسس كده يعني ادتني في حاجه ادتني يعني. انا راجل مقاتل بطبعي، وانا من النوع اللي ما بيأسش. انها في لحظه من اللحظات بتحس انك انت همت من كتر اللي حواليك بتهمل. انت صراحه خلتني حاسس ان انا صغرت 100 سنه، وحاسس ان انا اقدر اكسر الدنيا كلها. فانا يعني هيبقى تليفوناتنا مع بعض، وهنبقى نقدر نعمل ده، وهيبقى انا شاكر الاطباء لان دي في الاخر ان احنا لو قدرنا نعمل حاجه زي ديت هنحاول. اذا كان في ناس بتوقف ان هنحاول ندخل اشعاعات النور والحاجات دي كلها هنا يعني. تحت امرك. على فكره دلوقتي في امريكا
مفيش فرقه في امريكا الا ومعاها اخصائي نفسي متخصص في الرياضه. يعني حضرتك انا لما لعبت مع منتخب امريكا كان معانا الاخصائي نفسي ده كان زي المدرب. حضرتك بيعمل ايه بقى تقول لي دول؟ هو لحضرتك بيعمل ايه؟ هو يعني انا هقول لحضرتك، انا في مره من الفترات انت لما بتيجي فيه اللعيب بيختلف. يعني ممكن اللعيب يبقى هو جاهز بدنيا 10/10 بس المنتاليتي بتاعته ضعيفه جدا. شاف هو جاهز بدنيا 10/10 لو المنتاليتي بتاعته مش كويسه مش هيعرف يجيب نتائج. فمحتاج واحد هو يقوي يعني مع اللي هو لما بيتكلم معاه. نعم. يعني بنتكلم في ايه؟ بيتكلم حضرتك على الظروف النفسيه بتاعته. يعني هو بيبقى طبيب نفساني، يعني بيقعد بيسمع ليه وبيتكلم معاه وبيحفزه وبيحاول يغير. يعني في انسان بيبقى انا حاسس ان انا هلعب الماتش دوت، بس قبل الماتش انا خايف، يعني انا قلقان حاسس بالنتيجه. الراجل ده هو الراجل اللي هو فعلا بيخليك ان انت بتبقى داخل الماتش دوت لا خلاص انا هكسب، انا مستريح نفسيا، يعني جاهز للماتش نفسيا قبل طب الاخصائي النفسي هل هي بياخد عدد ساعاتها قد ايه عشان اقدر اعمل واحد اخصائي نفسي؟ وهل هي تخصصات ايه؟ يعني عشان اعمل واحد اخصائي نفسي محتاجه من ايه؟ لازم يكون بطل اصلا، يبقى افضل ان يكون كان بطل عشان خاطر يعني مارس الرياضه وصل لمرحله كويسه فيها عشان يدرس حضرتك يعني؟ عشان يدرس. لا هو هناك الدراسه اي واحد ممكن يدرس يعني لا عشان اعمل اخصائي نفسي. نعم. تاخد ساعاتها قد ايه؟ عدد ساعاتها قد ايه؟ ان هو ياخد دلوقتي في بكالوريوس، ان هو في يعني حاجه اسمها سبورت سايكولوجي. ده لا ما اصل الاخصائي النفسي اللي مع الفرق ده هل بيبقى واخد درجه علميه 4 سنين دراسه او 4 سمستر مثلا او 120 ساعه دراسه؟ بتبقى 120 ساعه دراسه حضرتك. بس في حاجات زي ورك شوب، يعني ممكن يروح ياخد دوره كويس، يعني يكون مثلا هو خريج تربيه رياضيه كويس، ده تخصص لسه جديد حضرتك. يعني لو هو التربيه الرياضيه ممكن ياخد، لو هو دكتور نفساني حتى ممكن ياخد في اللي هو في الرياضه، في مجال الرياضه. فممكن ياخد ممكن ياخد مثلا عدد كورسات معينه تؤهله ان هو يشتغل مع فرق. وده اللي انا بتكلم عليه. ايه اللي نفسك تقوله يا دكتور سادي بعد كلام كتير؟ اللي نفسي اقوله ان انا اتمنى ان مصر في يوم من الايام ان احنا نوصل في مجال الرياضه عالي، ان احنا نروح الاولمبياد، ما نقولش احنا انه بالي هنكسب ميداليه ميداليتين، ان احنا نبقى ماشيين بطريقه علميه كويس. يعني حضرتك انا كنت متوقع ان الصين، والكلام ده من 15 سنه، متوقع ان الصين هتمشي، هتلاقي الصين دلوقتي، الصين اللي هي الدوره اللي فاتت دي حضرتك انت شفت قريبه من امريكا. هي كانت ماشيه خطوات. نعم، فهم كانوا ماشيين خطوات. فانا بقول احنا ما نبصش للي هو دلوقتي، انا عايز ابص للي هو الجيل دوت. فكره الفكر والتخطيط بقى والكلام. الله يفتح عليك. فانا يبقى عندي خطه، ابدا من الخطه ديت كويس ل 20 سنه قدام كويس في مجال الرياضه كويس، والثق تماما. يعني لو ربنا ادانا العمر بعد 20 سنه لو احنا ماشيين بخطه وباسلوب علمي حديث، هنلاقي فيه تغيير جدا في الرياضه. هيبقى في عندنا مش 10 ميداليات، يبقى في 20 ميداليه، 50 ميداليه. المؤكد كويس. ويبقى في اهم حاجه اللي هو الضمير في التعامل. الضمير. يا رب ان ضميرنا يحتاج، لان احنا فينا كتير قوي ضميرهم واخد اجازه. انا بشكر حضرتك يا دكتور على اللقاء ده، وبشكر حضرتك على الدروس الكتيره اللي احنا اتعلمناها، وبشكر حضرتك على الاراده القويه وعلى الحديديه، وبشكر على الحلم اللي جواك ازاي قدرت تحافظ عليه لغايه ما اطلقته وبقى حاجه عظيمه جدا كلها. بشكر حضرتك على كل ده، وبشكرك على الزياره دي، وان شاء الله احب لنا لقاءات ثانيه وثالثه فيما هو قادم ان شاء الله. وتصبحوا حضراتكم على خير.